خلص الجزء الأول من رمضان، نص رمضان خلص يا جدعان والشهر بيجري جدا. الشهر ده بيطير على طول. اتكلم عن كل حاجة في الجزء الأول من رمضان والنص الأول بالتفاصيل. يلا بينا. السلام عليكم وأهلا بيكم في حلقة جديدة. هنتكلم عن كل حاجة في الجزء الأول من رمضان بعد 15 يوم من رمضان. خلاص هندخلنا أصلا، عدينا 15 يوم رمضان. الشهر بصراحة بيجري جدا. الجزء الأول من مسلسلات رمضان كان أغلب المسلسلات الناس رشحت، يعني مش أنا اللي رشحت، أفضل المسلسلات اتعملت اللي هي كانت مسلسلات ال 15 حلقة. وكان أهم المسلسلات دي أول حاجة أشغال شقة، كان مسلسل حلو جدا وده اللي أنا شفته. ده من أفضل المسلسلات في النص الأول من رمضان. وباقي المسلسلات برضو الناس شكرت في مسلسل ولاد الشمس. ده برضو بيقولوا مسلسل كويس جدا، انا متفرجتش عليه، فالناس بيقولوا المسلسل ده كويس، بتاع احمد مالك وطه دسوقي محمود حميده. ومسلسل 80 باك، والناس برضو في ناس عجبهم المسلسل. ومسلسل قلبي ومفتاح، والناس شكروا برضو في آسر ياسين ومي عز الدين في مسلسل قلبي ومفتاح. والمسلسل ده 15 حلقة. الناس قالوا برضو المسلسل كانوا متفقين على مسلسل قلبي ومفتاح اللي هو مسلسل كويس جدا حلو. ومسلسل واد الشمس ومسلسل برضو اخواتي 15 حلقة برضو. ده كانت أفضل مسلسلات في الجزء الأول من رمضان. بجانب بقى كان في مسلسلات برضه انتهت بس الناس ما كانتش قد كده، زي مسلسل الكابتن بتاع أكرم حسني ومسلسل النص بتاع أحمد أمين. برضه كان ده يعني مش كل الناس اتفقت اللي هو أحسن مسلسل كوميدي، بس كان مسلسل متوسط زي الكابتن بالظبط. دي كانت المسلسلات اللي هي في النص الأول من رمضان والناس عجبتها في رمضان، والمسلسلات اللي انتهت وما كانتش قد كده في رمضان. دخلنا بقى على النص التاني من رمضان والمسلسلات الجديدة اللي نزلت. مسلسل الغاوي بتاع أحمد مكي، بطولة أحمد مكي. مسلسل حمام وتربية الحمام، وبقى فيه اللي هو برضو كان بيرجع للإجرام وبيسيب طريق الإجرام. لسه المسلسل بادئ، احنا لسه بنشوفوه، نتعرف على الشخصيات والقصة والتفاصيل. فلسه هنشوف ايه اللي هيحصل في المسلسل. اتفرجت على بعض المشاهد من المسلسل في أول حلقة، فالمسلسل لسه هنشوف ايه اللي هيحصل في المسلسل. ومن المسلسلات اللي نزلت في الجزء التاني من رمضان النص التاني كان مسلسل دنيا سمير غانم اللي هو عايشة الدور، ومسلسل لام شمسية بتاع أمينة خليل، ومسلسل شعب اسمه محمد، ومسلسل منتهي الصلاحية لمحمد فراج. فدي المسلسلات اللي لسه بادئة في النص التاني من رمضان، لسه هنشوفها وهي 15 حلقة. هنشوف ايه اللي هيحصل فيها وهي لسه بادئة. ومسلسل برضه اللي لسه نازل بطولة ريم عبد الغفور وإياد نصار وفتحي عبد الوهاب، مسلسل ظلم المصطبة، برضه لسه نازل 15 حلقة. فلسه هنشوفه. دي مسلسلات الجزء التاني من رمضان اللي لسه بدأ، فلسه بنتعرف عليها وهنشوفه في التفاصيل. هنعرف في آخر رمضان نتائج المسلسلات دي، هل هي كويسة ولا لأ في آخر رمضان. طبعا مستمرين في مسلسلات ال 30 حلقة، وأنا شايف الطابع بتاع مسلسلات ال 30 حلقة، سواء مسلسل سيد الناس، العتاولة، حكيم باشا، أغلب المسلسلات اللي 30 حلقة اسمه إيه، مسلسل برضه شهادة معاملة أطفال، معتمدة على التطويل في الحكاية. يعني الحلقات فيها يعني كمية مشاهد ملهاش 30 لازمة. هم عايزين يعملوا حلقة، عايزين يعملوا مسلسل 30 حلقة، لازم يعمل كل حلقة حوالي تلت ساعة أو أزيد، أو ساعة إلا ربع، دي لو وصلت لساعة إلا ربع. فالمسلسلات كلها حشو على الفاضي، مفيش قصة، مفيش حوار عدل ولا سيناريو كويس. فشايف تطويل في المسلسلات، ومشاهد بقى تطلع وحاجات تطلع غريبة جدا ملهاش أي علاقة، مشاهد تطلع ملهاش أي علاقة بالدراما بتاعت القصة ولا أي حاجة. حاجات بتدخل زيادة، حشو زيادة من آخر. أنا شايف تطويل جدا. وحاجات بقى فيك، يعني في سيد الناس مثلا عمرو سعد اتسجن في سجن، يعني اتسجن في، مش اتسجن في سجن، هو اتسجن في يعني إيه، كان اتحبس في اسم الشيخ زايد. فقعد في زنزانة غريبة جدا ولونها غريب جدا ونضيفة جدا وفيها تكييف. فايه ايه الغرابة دي يعني؟ في زنزانة فيها تكييف؟ أنا أول مرة أشوف ده. فين دي؟ دي في مدينتي. حاجة غريبة يعني، زنزانة غريبة. ومشاهد بقى أفورة وحاجات غريبة بتحصل، وفي حاجات أفورة وحاجات فيك كتير، وحاجات يعني ما بتحصلش في الحقيقة، يعني أفورين جامد، سيناريو مكتوب مش قد كده. فدي أغلب مسلسلات رمضان، مشاهد حشو حشو، وأحداث مش مترتبة على بعض، ومونتاج بقى تلاقي حاجات داخلة في حاجات فالحكي
السرد وطريقة الحكي بتاعت الحلقات مش قد كده ومش منظمة، هما بيطولوا وحشوا على الفاضي زي ما قلت. فدي طابع مسلسلات رمضان 30 حلقة. وبرضو ال15 كان بعضها كان فيه شوية حشو برضو، بس ال15 تحس إن هي مضبوطة الحلقات، مركزين أكتر على القصة. ال30 بقى بيمط يدخلك في شوية خطوط درامية ملهاش 30 لازمة في الآخر، أنا عايز أخلص وعايز أعرف إيه الفايدة في الآخر. أنا شايف تطويل جدا كتير جدا في مسلسلات رمضان 30 حلقة. هل مسلسلات رمضان هترجع ل 15 حلقة ولا 15 حلقة هيبقوا 30 حلقة؟ وأنا حاسس إن المسلسلات بعد كده تبقى برضه 30 حلقة ترجع للأول. فده كانت مسلسلات رمضان. البرامج، نيجي للبرامج بقى. البرنامج اللي كله دلوقتي بقى يشكر فيه وبقى ترند، برنامج النجم سامح حسين، برنامج قطايف. هو عامل برنامج على اليوتيوب والسوشيال ميديا بينزله، اسمه برنامج قطايف. بيتكلم بقى عن الأمور أو مش برنامج دين عشان الناس فاهمة غلط، هو برنامج بيتكلم عن الأمور الحياتية، الشغل، الحاجات دي، أمور عامة، حاجات عامة كلها، ويدخل فيها شوية حاجات بسيطة للدين، بس هو مش متخصص في الدين. وتكرم طبعا من كذا جهة، تكرم من الرئيس، تكرم من وزارة الأوقاف، وتكرم من ماسبيرو. فعامل الحاجات، والبرنامج بتاعه حلو جدا وكويس، كل الناس دلوقتي بقى تشكر فيه، والبرنامج بقى منتشر. فدي حاجة كويسة، من أفضل حاجة يعني إيه، أفضل البرامج اللي اتعملت في رمضان يعني. فبرنامج بسيط وحاجات بسيطة، اتكلم بطريقة بسيطة، مش بيعقد الأمور، حاجات بسيطة، وبرنامج لذيذ يعني. وشابوه سامح حسين. فأنا شايف الجزء الأول من رمضان يعني الاتنين متقسمين، لسه هنحكم في الآخر هل الجزء الأول من رمضان أفضل من الجزء التاني ولا العكس، فده هنعرفه في نهاية رمضان. فاكتب لنا في الكومنت ايه افضل، اكتب لنا تحت في التعليقات افضل مسلسل بالنسبه لك في الجزء الاول من رمضان، متوقع ايه في الجزء الثاني، وانت عايز تشوف ايه في الكومنتات. وبس ارجع الحلقه، ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل جرس التنبيهات. تابعنا على كل السوشيال ميديا، اللينكات في الديسكربشن. واشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله. سلام.